في يا جماعة شيخ بيفسد الإسلام وبيحاول يبوظ الإسلام على المسلمين، بيحاول يضلهم. يا ريت محدش يسمعه تاني، أرجوكم محدش يتبع الراجل ده، حرام. احنا عارفين الصح وعارفين الغلط من زمان. الشيخ ده هيضيعنا كلنا، بيضلنا كلنا. شوفوا بيقول ايه. انا بشتغل في مطعم، والمطعم فيه خمره وفيه خنزير، ابيع ولا ما ابيعش؟ يعني ايه لازم تبيع؟ ليه هو مش حرام في هذه الديار اللي بتنكر الاسلام؟ وده كلام ابو حنيفه، ان كل العقود الفاسده حلال في ديار غير المسلمين. ليه؟ قال لانها ليست محلا لاقامه الاسلام. هو في حد سال فيك؟ هو النظام العام عايزك، ده ضدك، يبقى انت بتسال في ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المسلم يلتزم بأحكام الله عز وجل في أي موقع من مواقع الأرض، لأن المسلم عنوان على دينه سواء داخل البلاد الإسلامية أو خارج البلاد الإسلامية. ولو فتحنا هذا المجال وقلنا إن المسلم لا يلتزم بأحكام دينه في البلاد غير الإسلامية، كيف يدعو المسلم لدينه؟ ما هي الصورة الإسلامية الصحيحة التي نقدمها لهؤلاء؟ لعلك تعلم أن الإسلام انتشر في شرق آسيا بأخلاق التجار، فأخلاق المسلمين في المعاملة. لكن التاجر كان ميسور الحال ويذهب ويجيء، أما هؤلاء فهم ذهبوا بحثا عن لقمة عيش في الخارج. الإنسان لا يضحي بدينه في سبيل المادة، وأرض الله واسعة. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ طب هم هاجروا يا دكتور؟ يهاجروا إلى مكان يحفظ إيمانهم ويحفظ دينهم، لا إلى مكان يضيعون فيه دينهم. طيب يعني صاحب الذي طلب الفتوى هو يملك مطعم في إحدى البلاد الغربية ويريد أن يبيع الخمور، لأنه لن يدخل إلى هذا المطعم أحد دون أن يكون فيه خمور، وأجاز له المفتي ذلك واستند إلى أن الأحناف قالوا أن هناك عقد فاسد في بلاد غير المسلمين. ما هو العقد الفاسد أصلا؟ يا سيدي، أولا أعمال الحلال والرزق الحلال أبوابه واسعة، فلماذا يقتصر على هذا الجانب؟ إذا كان هذا الجانب حراما فلا يعمل فيه ويعمل في جوانب أخرى. قضية إن السادة الأحناف أو غيرهم قالوا بهذا، أنا لي وجهة نظر منهجية. نعم. يعني ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. أنا عندي مجموعة آراء كثيرة جدا ليست كلها محل القبول، إنما نقبل من الآراء ما هو موافق لحكمة التشريع، ما هو موافق للنصوص الشرعية، ما هو موافق مع مصالح الناس. يعني في ضوابط لقبول الرأي، وليس أن أنا مشكلتي أن أنا أبحث عن كحاطب ليل أجيب أي رأي في أي كتاب وأقول به، هذا خطأ كبير. طيب الأحناف قالوا ذلك يا دكتور، ماذا قال الأحناف حتى نظهر للمشاهدين القول الفصل؟ يا سيدي، إذا قلنا بأن العقود الفاسدة أي الباطلة أي التي يحرمها الإسلام تجوز في غير بلاد المسلمين، فلماذا قصرناها على الخمر؟ هل يجوز للمسلم أن يفتح بيت للدعارة طالما تحميه القوانين هناك؟ ده حرام. لماذا هذه التفرقة؟ هل يجوز للمسلم أن يشارك في شواطئ العراة أو في نوادي العراة طالما تبيحه القوانين هناك؟ فلماذا اختزلنا الحكم إلى الخمر؟ والعقود الفاسدة كثيرة جدا. ما هي فتوى الأحناف حتى نستطيع أن نصل إلى نتيجة محددة دكتور؟ يا أخي الكريم، بعض الآراء يرى هذا الرأي ولا قيمة له، لأنه لم يستند إلى دليل، مثل الأدلة التي ساقوها. أحاديث موضوعة، مواقف لم يفهموها، نصوص لم يفهموا معناها. على سبيل المثال، يقولون إن العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعامل بالربا. طيب متى كان يتعامل؟ قبل نزول حكم التحريم ولا بعد نزول حكم التحريم؟ هذه القضية. كان يتعامل في مكة وكان يتعامل في المدينة، لأن عندنا أحكام شرعية مرت بمراحل تدريجية. الخمر حرمت على مراحل، كانت منتشرة ثم حرمت. الربا كان موجودا وبدأ أيضا يأخذ حكم التدريج، ولم تنزل آيات التحريم النهائي للربا إلا في أواخر العهد المدني. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب، لأن الحكم قد ثبت. فالعباس لم يباشر الربا بعد نزول الحكم، وإنما باشره قبل أن ينزل الحكم الإلهي. أيضا اعتمدوا على قضية المراهنة. أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه راهن أحد الكافرين عندما انهزم الروم أمام الفرس. وقال لهم إن الروم ستنتصر، تصديقا للقول الكريم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون. فحصل فيه نوع من المراهنة. هذه المراهنة تمت في العهد المكي لما انتصر الروم على الفرس وتحققت نبوءة القرآن الكريم. أخذ أبو بكر الرهان من أولاد خلف أبي بن خلف، وبالتالي ذهب به إلى رسول الله، فكان الحكم قد نزل بتحريم الرهان فتصدق به أبو بكر. فليس هذا دليلا، لأن ما فعله أبو بكر كان قبل تنزيل الحكم بتحريم الرهان، وكان في العهد المكي، والعهد المكي لم يكن فيه تشريع.
أيضا ساقوا حديث موضوع يقول إن لا ربا بين المسلمين مع أهل الحرب في ديار الحرب. ده حديث موضوع ومكذوب، لأن كلمة مع أهل الحرب في ديار الحرب. طب هم دكتور ما يعرفوش ان الحديث ده موضوع مكذوب وهم علماء اجلاء؟ يا سيدي، يعني قضايا الفقه كان فيها نوع من التعصب المذهبي، نعم، وبالتالي وضعت بعض الأحاديث للترويج لهذه الآراء. نعم. فأنا أنصح إخواننا العلماء أن يكون اعتمادهم في الفتوى على القرآن والسنة واجتهاد العلماء الأكفاء الراسخين في العلم. لأن مشكلة أنا أعجب كثيرا أن تصدر فتوى رسمية أو غير رسمية يقول لك جاء في كتاب كذا أو في حاشية كذا قول فلان، هذا لا يعتد به في الفتوى. ماذا يعتد به القرآن والسنة فقط؟ يعني يجب على المفتي أن يقدم الدليل من القرآن والسنة واجتهاد العلماء المطابق لضوابط الاجتهاد. بغير هذا المعنى طيب ما هو تنفرد اجتهاد يا الفتوى. دكتور، ما هو اجتهاد، يعني القرآن والسنة ثم اجتهاد العلماء، ليس في واجتهاد هذا اجتهاد، العلماء ليس في هذا اجتهاد. العقود الفاسدة في ديار غير المسلمين لا عليها نص من القرآن ولا من السنة ولا من العلماء الراسخين، وإنما هي آراء شاذة منكرة لا يجوز بحال من الأحوال. لاحظ يا أخي قضية خطيرة جدا، هذه الفتوى تضع للجماعات المتطرفة أن تعبث في الأمة الإسلامية بدعوى أنها ديار حرب، وده اللي بيحصل. الجماعات المتطرفة استغلت هذه الفتاوى الكاذبة والمنحرفة وقالوا إن ديار الحرب لا حرمة له، وبدأوا ينتهكون الأعراض ويقتلون الأبرياء. دي مسألة خطيرة اللي حضرتك بتذكرها. أيوة، دي خطيرة جدا. فعشان أقول إن العقود الفاسدة وديار الحرب ده كلام وأين هي دار الحرب؟ طب يعني منين جابوا دار الحرب دي يا دكتور؟ اسمعني، أين هي دار الحرب الآن؟ هل العالم كله ديار حرب؟ كل دولة غير إسلامية تبقى دار حرب؟ لا. طيب يعني في الدول التي لا تطبق فيها الشريعة الإسلامية كما يقول هؤلاء أيوة. الضالون هي دار حرب. لا مش دار حرب، لا، ما أحد يقول هذا طالما بيننا وبينهم الآراء الضالة. أيوة نعم، لكن الحرب معناها قيام حرب بين مسلم وغير مسلم نتيجة وضع معين، يبقى دي دار حرب. لكن العالم كله الآن في عهود ومواثيق وفي ذمة، وبالتالي أنا لا أستطيع أن أنا أضفي ديار حرب على هؤلاء وإلا سأعيش في غابة. فعشان هو أي واحد مفتي يقول إن هذه ديار حرب ويجوز التعامل فيها بالعقود الفاسدة، هذه جريمة نكراء في حق المسلمين الآن. يعني سند الفتوى سند باطل. باطل من أساس، لا قرآن ولا سنة ولا اجتهاد العلماء الثقات. هل هناك فوضى في الفتاوى يا دكتور مسير؟ يا أخي والله الفتوى أمانة ومسؤولية، وينبغي أن طب نراعي. هؤلاء علماء، يعني لماذا لا يحملون على عاتقهم أنا الأمانة؟ لا أتهم أحدا، لكن أنا لا أدري لماذا هو صرح بهذه الفتوى. أنا لا أتهم أحدا، هو إنسان هو عادي. قال من أراد الورع والتقوى فله الورع والتقوى، لكن من أراد الفتوى فهذه هي الفتوى. لا فرق بين الفتوى والورع. هذه فتوى جائرة لا تتلائم مع أحكام الإسلام، والالتزام بها يؤدي إلى تشويه صورة المسلمين ويضع المسلم في موضع غير كريم، لأنه دعوة سيئة لدينه. إنسان لا يلتزم بدين، الناس يحترمون الإنسان الذي يلتزم بدينه وقيمه، فكون إنسان يعيش مع غير المسلمين ولا يلتزم بدينه ولا قيمه ولا يقدم أخلاقا إسلامية، كيف يتعامل؟ ضاعت شخصيته. وما هي الصورة الصحيحة التي يقدمها المسلم عنوانا على دينه وسط هذه البيئات الفاسدة؟ العالم الآن يموج بتيارات آثمة وفي أخلاقيات شاذة، فعندما أشاركهم في هذه السلوكيات الشاذة تحت دعوة أن هناك قوانين تبيحها، ماذا بقي لديني؟ فالمسلم يتحرى لدينه ويعتز بدينه، ويجب أن يحرص على اللقمة الحلال، لأن اللقمة الحلال هي أساس قبول العبادات كلها حتى وإن لم يجد عملا. الضرورة لها أحكام. بس هو إيه اللي دفعه لهذا؟ يذهب إلى أي دولة إسلامية، يذهب إلى دولة أخرى يعمل عمل آخر. أعمال الشريفة كثيرة. إن سدت أمامه أبواب الرزق يا دكتور. لا، ليس هذا حلا. كونه يذهب معناه أنه فلوس ذهب إلى هناك، ما يقيم هنا يا أخي ويعيش كما نعيش. هناك 70 مليون عايشين في مصر يا أخي. لماذا دفع فلوس وخاطر بنفسه ويمكن دخل بطريق غير مشروع؟ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض في سبيل مراغما الله، كثيرا وسعة. في سبيل الله. نعم. يجب أن يكون الهدف في سبيل الله، وليس في سبيل المادة المحرمة، وليس في سبيل جمع المال من طرق فاسدة أو عقود فاسدة. يجب أن تكون الهجرة في سبيل الله. هذا هو المنطق الصحيح. ولاحظ يا أخي، الخمر الآن هي أم الخبائث قديما وحديثا. العالم الآن يئن من الخمور ويحتاج إلى دعوة طاهرة تنقذه من هذا الوبال. ولاحظ أن الخمور طريق الإدمان. العالم الآن يعاني من الخمور، نريد دعوة صادقة تنقذ العالم من هذا الإدمان وهذه الخمور بدل أن نشارك فيها. يعني خلاصة القول أنها فتوى جائرة. جائرة ولا سند لها من كتاب ولا سنة ولا اجتهاد العلماء الراسخين، وهي من الآراء التي لا قيمة لها في ميزان العلم الشريف. الأستاذ الدكتور محمد أحمد المسير، أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا.